كل شويه بجديد هنا في الامارات، لان انت عارف ان الماتشات يعني في فرق كثيره جدا عارضه على النادي الاهلي اللعب، وفي فرق عالميه عارضه على النادي الاهلي اللعب. طيب خلينا يا ايهاب بعد اذنك نمشي واحده واحده عشان مظبوط. ايه الجمهور اللي بيتابعنا ما يهربش. تمام. يعني ايه ما فيش معلومه تضيع منه. اول حاجه تمام. المباريات اخر كلام بكره ان شاء الله الشباب اسف يوم الجمعه الشباب الكويتي مظبوط. وصل النهارده فريق الشباب الكويتي، وصل فعلا هنا الى الامارات، وان شاء الله يوم الجمعه المباراه 8:30 بتوقيت دبي، 6:30 بتوقيت القاهره. تمام. المباراه الثانيه مع نادي دبي. المباراه الثانيه مع نادي دبي الاماراتي، ودي برضو خلاص متسكنه بشكل رسمي وموافقه النادي. وعايز اقول لك ان الاول مباراه اللي هي مباراه الشباب الكويتي دي كانت هتقام على ملعب نادي الوصل، ولكن نظرا لشعبيه النادي الاهلي الكبيره وتدخل السفير المصري شهاب نصر، الماتش اتنقل لملعب الشعب او استاد النصر. ده اكبر شويه يا ايهاب؟ اكبر شويه. طيب كويس. ايهاب المباراه الثالثه مع نادي الامارات. المباراه الثالثه النهارده اتقال في المؤتمر الصحفي مع الاماراتي في راس الخيمه، ولكن انا بقول لك برضو سابق لسه دلوقتي المباراه الثالثه مع نادي العين الاماراتي، ودي لسه حالا متسكنه دلوقتي، لان بقول لك العروض كتيره، ولكن الاهلي فضل ان هو يقابل العين. طبعا انت عارف العين صاحب الشعبيه الكبيره هنا في الامارات بشكل كبير جدا. طب انا عايز اسالك سؤال هنا يا ايهاب لو سمحت. العين الاماراتي نادي قوي ومباراه هتبقى تقيله في يعني فيها ياسر القحطاني بيلعب في العين، وفي نجوم كتير جدا. ياسر القحطاني نجم المنتخب السعودي و كلام كتير، لكن يعني هل مباراه قويه زي دي ده وقتها؟ ما هي ده وقت. بص بقى، ما هو دلوقتي المعسكر ده طبعا انت قلت بيدرو قال ايه واهم الاهداف اللي عايز يوصلها. لا، جوزيه بقى عايز يوصل لاهداف فنيه في المعسكر ده، فبالتالي كان من كل العروض اللي موجوده وعدد الانديه اللي موجوده